يا هلا والله فيكم قناتي، كيفكم؟ يا ربي تكونون تمام. اليوم عندنا قصة جديدة، بس قبل لا أبدأ لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون على زر إعجاب، تكتبوا لي كومنتاتكم الجميلة، ويلا نبدأ قصتنا. أنا بنت اسمي رهف، عمري 22. أنا الحمد لله بنت جميلة. حالتنا المادية كانت على قد حالها. أبوي يشتغل سواق عند عائلة غنية، وساكنين بالملحق تبع هذه العائلة. طبعا كان ذلك قبل سنوات لما كنت صغيرة. بصراحة أنا قصتي غريبة، بس هذا اللي حصل معاي. العائلة الغنية ذي معهم 3 بنات ولدين. أبوي يشتغل عندهم سواق، يوديهم ويجيبهم. أنا كنت أقضي وقتي مع ولدهم اللي اسمه أيمن، أكبر مني ب5 سنين، بس كنت أرتاح له. مرة من المرات لما كان عمري 10، أبوي ودى بنتهم الصغيرة مكان ورجعها لبيتهم. البنت دخلت لأبوها وقامت تصيح، تخرع وتقول إن أبوي تحرش فيها ومن ذا الكلام. طبعا أنا لما سمعت الكلام خفت، ولا قلت لأبوي. رجعت ودخلت عند أهلي، وكان الوضع عادي. كنت أناظر على أبوي أقول معقول أبوي سوى كذا؟ لا مستحيل، هو يعتبرها زي بنته. إلا فجأة يدخل علينا أبوهم، وكان معاه سلاح، وبدأ يصارخ ومعصب على أبوي. أبوي شال أخوي الصغير، كان عمره 2 يعني بزر. المهم هو موجه لعند أبوي، وأبوي مو فاهم السالفة، بس بعدين فهم لما قعد يصرخ ويقول بنتي وبنتي انت وش سويت فيها. إلا أبوي كان بيلف. الرجال ما في بقلبه رحمة، ضغط على زناد. إلا الرصاصة ما صابت أبوي، لا صابت أخوي الصغير. أبو البنت فجأة تقل رجع له عقله، حس على نفسه وخاف. أبوي على طول خذ أخوي الصغير وراح للمستشفى، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخوي انتقل إلى رحمة الله. أمي حزنت هي وأبوي حزن غير طبيعي، لأنهم صار لهم سنوات يحاولون يجيبون طفل من بعدي. صح إن الرجال حاول ينسى السالفة ويسوي عادي قدام أبوي، وانتوا بتقولون ليه أبوك ما يبلغ عليه؟ أبوي مسكين وعلى قد حاله، ما صدق إن اللي قاله عمل عند الغني. لكن مع الوقت أبوي ما قدر يتحمل أبدا إنه يشوف ذا البيت، لأن كل ما دخلنا بيتنا نتذكر اللي صار لأخوي. فاضطرينا إن نطلع من ذي المدينة، وكنا ودنا نهرب منهم ولا نقرب عليهم، لأن مهما كانت لها الحين نظرات العتاب من الأغنياء علينا وعلى أبوي، مع أنهم اللي المفروض يحسون على أنفسهم بنتهم حية ما فيها شيء. وبينهم أنا أخوي خلاص راح عند ربه الله يرحمه. المهم رحنا واستأجرنا لنا شقة صغيرة. أبوي فهمني أنا وأمي وحلف لنا إنه أصلا ما جاء البنت، وكل الكلام اللي ينقال عنه كذب. شقتنا كانت تخرع، كلها غرفة واحدة وحمام الله يكرمكم، مطبخ صغير وصالة. وأبوي قام يدور عن شغل ما حصل، وما كان عندنا شيء ناكله، يا دوبك وجبة واحدة باليوم. وكانت أمي تحاول إنها ما تاكل، تخيلوا تربط على بطنها من قوة الجوع. أحيانا ناكل خبز يابس. ظلينا على الحال 3 شهور لحد ما جاء الفرج ولقى أبوي شغل، وأمي هي الثانية لقت شغل. الحمد لله تحسنت حالتنا المادية، ناكل الوجبات الأساسية، فلوسنا تروح إيجار وأكل وأغراض مدرستي. الحمد لله رغم حالتنا المادية البسيطة، إلا أني درست، وأمي وأبوي كانوا مهتمين بدراستي وكانوا يدعموني. حالتنا صارت زينة، 6 سنوات وحنا مرتاحين. جاء يوم شفت لي سيارة كانت تراقبني، حسيت بخوف منها، بس إني طنشت وما عطيت السالفة اعتبار. أسبوع كامل وأنا حاسة بكذا. كنت ودي أقول لأبوي، بس أبوي عيني يتعب، أمي تتعب، فقلت يمكن إني أتوهم وشو لا أضيق على أمي وأبوي. لكن يا ليتني ما سكت وقلت لأمي وأبوي، لأن اللي بيحصل بعدها غير كل شيء بحياتي. المهم رجعت من المدرسة وأنا أشوف ذي السيارة، تعوذت من الشيطان وصديت. إلا بسم الله تجيكم مسرع السيارة وتوقف قدامي، وسمعت منها صوت بنت تقول رهف. لفيت عليها وأنا منخرعة، إلا يطلع ذاك الشاب المعضل وعيونه حمراء وبهن معصب، مسكني بقوة من يدي وشدني ودخلني السيارة، وأنا أصارخ والناس يشوفوني ولا أحد تدخل. بعدين ما حسيت بشي، إلا أنا أصحى وأنا في بيت وجالسين قدام البنت والولد. الولد تكلم قال راح أنتقم منك زي ما أبوك سوى بأختي المسكينة. والبنت تضحك، وراحوا وتركوني، وأنا قمت أبكي وأقول ليش؟ وش سوى أبوي؟
كنت ناسية ما أدري إيش السالفة. بعدها ب3 ساعات دخلت عندي البنت وعطتني فستان سكري خفيف وقالت البسيه، وأنا رفضت، قلت والله ما ألبسه إلا هي تقرب مني، وقالت إن ما سمعتي الكلام أهلك ما راح يكونون على قيد الحياة، تسمعين؟ أنا خفت من تهديدها، لا أمي وأبوي بسم الله عليهم. المهم خذيت الفستان ولبسته وأنا أبكي ودموع الله لي يوريكم، إلا أسمع الولد يناديها، طلعت وسحبتني معاها وقالت إذا سألك الشيخ قولي موافقة، تسمعين ولا تذكر أهلك؟ أنا خفت قلت طيب. دخلت المجلس إلا الشيخ يتكلم من وراء الباب ويقول يا بنت أنت موافقة على أيمن الفلاني، والبنت تزن على راسي وتذكرني بهالي، والشيخ يرجع يسأل يا بنت أنت موافقة على أيمن الفلاني؟ قلت إيه موافقة، نبرة حزن. البنت قالت كذا تمام. قلت أنا وشو لا تسوون لأهلي شيء؟ قالت ما راح نسوي لأهلك شيء ما دامك تسمعين الكلام. طلعنا لغرفتنا وجلست فيها. قالت الآن بيجي زوجك، وأنا خايف وابكي، قلت وشو زوجي؟ قالت توك تزوجتي، ما أنتي وافقتي قدام الشيخ. بعدها بكم دقيقة إلا يدخل أيمن والابتسامة الخبيثة في وجهه، أنا بعد وهي قرب مني لحد ما لصقت بالجدار، وقرب وحط يده على الجدار وأنا مغمضة عيوني، وقال راح أسوي معك زي ما سوى أبوك في أختي، بس ما راح أسوي بالحرام، راح أسويه بالحلال لأنك أنتي زوجتي وما حد يلومني. وأنا مغمضة عيوني وقلبي يدق دق بقوة، من كثر دقة أسمعه كأنه بيطلع من مكانه، إلا أنا أقول له لا تسوي فيني شيء، وش سوى أبوي؟ ما سوى شيء. وبعدين تكفى أنا مالي ذنب، اعتبرني زي أختك لا تعاملني كذا. إلا هو يبدأ يضحك ضحكة مستفزة ويقول أنت أختي الآن أنت زوجتي وراح أسوي فيك أي شيء ودي إياه. إلا هو يقرب مني وأنا أدف وأصيح وأصرخ، لكن صار اللي صار. هو قام وطلع، البنت دخلت علي، طبعا اسمها أزهار، قالت يلا يا عروستنا الحلوة إحنا جيعانين، روحي المطبخ وضبطي لنا حاجة ناكلها ولا تذكري أهلك. أنا وقتها خفت وقمت أصيح، تدرون من هذولي؟ أيمن وأزهار، عيال العائلة الثرية اللي ساكنين عندهم من زمان، وش اللي جاهم وليه ثار علي أيمن مع أنه ما كان شرير أبدا معايا؟ ما أدري شو اللي صار، وأزهار هذه انجنت، يا ربي ليه بعد كل هالسنوات؟ المهم أنا رحت وتروشت وطلعت وطبخت لهم وبالي كله بهلي، ظليت كذا لمدة شهر أنظف أطبخ أغسل، لدرجة إن مرات تمسكني أزهار وتقعد تكفخ فيني وتأدبني وأنا ساكتة خايفة يسوون شيء لأهلي. كانت معاملتهم لي أكثر من سيئة. يدخل أيمن الغرفة ياخذ حقه غصب عني ويطلع. بعد شهر ثاني تكلمت أزهار، قالت خلاص يا أيمن ودها أهلها، أنا ارتحت. إلا أيمن يقول خلاص ارتحتي؟ حسيت إنك خذيتي حقكم منهم. أنا كنت أناظر فيها، وش حق اللي خذت منه؟ يعني من اللي تعذب؟ أنا اللي تعذبت. يا إن دموعي كانت تصب، ولا دقيقة واحدة فكرت إن في ناس ممكن تكون قلوبهم زي كذا. إلا أيمن ينادي السواق وأزهر تكلمت، قالت لا 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 لا، خلها تروح لأهلها بنفسها وتدبر عمرها، إن شاء الله تقعد 10 أيام تمشي. قالت لي سلمي على أبوك وقولي له إن عائلتنا انتقموا منك ولا تنسين تقولي له كذا. أنا خذيت حباتي وجسمي يرجف وكنت أصيح أقول يا رب الفرج يا رب الفرج وأبعد عنهم، الناس بدون رحمة. خذيت حباتي وجيت مسرعة أناظر للباب أقول الحرية، أبي أطلع من أسوأ كابوس مر علي بحياتي. رحت طالعة بالشارع وما كنت أدري وين أنا رايحة، بس على وجهي. إلا وأنا أمشي وقف تاكسي ويقول لي أركب يا بنتي أركب، أنا بوصلك عند أهلك. قلت أنا لا 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 لا، كنت خايفة. إلا هو يقول أيمن ولد فلان يقول اركبي. أنا لما سمعت اسمه قمطت العافية وركبت، خفت إنه يجيني ويجرني يرجعني لبيتهم. وصلنا لشقة أهلي، جيت أركب، فتحت الباب شافتني أمي انجنت، قالت راف وينك؟ وشافني أبوي وقاموا يضموني ويبكون، وين اختفيتي وين رحتي؟ ما خلينا مكان ما دورناك فيه. نظرت على أبوي وقلت العائلة، عائلتهم هم اللي خذوني. طبعا لما عرف إنها عائلة الأغنياء أبوي يجن، قال ما يكفي إنهم قتلوا أخوك
وهو لسه عمره 2 والحين بياخذونك مني وأنا ما سويت لبنتهم شي، والله ما سويت. وأنا أصيح لأبوي وقلت له كل شي صار معاي. قال أبوي خلاص اسكتي ولا تجيبين طاري إنه صار معك كذا. قلت أنا ليه يبا ما نبلغ عليهم؟ قال يا بنيتي رهف انتي مجنونة ولا وش سالفتك؟ قلت لا تقول اني مجنونة. قال لا قوله هنبلغ عليهم، والله يقلبون السالفة علينا ويقولون انتي اللي متعدي عليهم، وش عندنا وانتي وامك ما عندنا ولا ريال نقدر نجيب لنا محامي يدافع عنا. لما قال كذا أنا على طول سكتت، حاولت أرجع لدراستي لكن الله لا يوريكم يا إني انجنيت. حتى صديقاتي بالمدرسة استغربوا مني لأني أنا كنت فرفوشة وعندي صديقات وكنت أطلع معاهن واستانس وينظرن علي. وين اختفيت يا رهف؟ مين من عوايدك تغيبين؟ أنا قلت كنت تعبانة. وبيني وبينكم أنا بديت أتعب فعلا، كنت يا الله أقوم أحس إني بدوخ يجيني غثيان، بعدين أقول يمكنني من الاكتئاب اللي صابني، والله العظيم إني تعبت فعلا. إلا يوم رجعت لأهلي وقلت لأمي السالفة قالت أمي يا بنتي خل ناخذك المستشفى. قلت لا يما ما بي أثقل عليكم، أنا ما علي. إلا أمي تقول إلا يا بنتي لازم تروحي. المهم خذتني أمي ورحنا. يوم كشفوا علي وسووا لي زحاليل وكذا جت الصدمة وشكوها، طلعت حامل. طبعا لما طلعت عن الممرضة وصرنا لحالنا أنا وأمي وأبوي، أبوي مسك راسه وقال أنا ناقص مصايب، يا رب أنا وش صار فيا؟ ليش يصير فيا كذا؟ ليش؟ وأنا والله العظيم النصيح أمي تهدي فيني. قال شوفي أنت لازم تجهضين الجنين هذا ولا ترى بتبرى منك. أنا قمت نظر على أبوي وشلون أجهضه؟ لا يبا ترى أنا والله كنت متزوجته أيمن. قال لي حسرتي عليك أنت وزواجك أنت وأيمن اللي ما ندري أنت صادقة ولا تكذبين. قلت والله يبا. إلا أنا قمت أصيح وأمي حاولت تهدي فيني لكن أبوي رفض، قال لازم تجهضينه. أنا قلت لا والله يبا ماني مجهضته. إلا تخيلوا طردني أبوي من البيت، قال مالك رجعة إلا لين يختفي اللي في بطنك. يا حسرتي على حالي يا حسرتي، قمت أصيح وأبكي. أنا بصراحة ما بغيت أجهضه لأني كنت أفكر إن هذا اللي ببطني زي أخويا. ظليت أمشي في الشوارع وأنام بالشارع وآكل من أي مكان الله لا يوريكم، حتى الزبائن الله يكرمكم، وأنام بالحدايق وأحاول ألقى لي أي مكان عشان أتخبى، لدرجة إني مرات كنت أشحن. بديت أشتغل من شغل لشغل، شغال خفيفة. مرات تعرفون اللي بيعن بالحدايق أجي عندها وأقول أنا أمسك مكانك أنت روحي، وكانت تعطيني فلوس شوي آكل من الأسواق. ومرات الحريم اللي يبيعن بالحدايق يعطني أكل. دايما يسألوني وين أهلك، وكنت أقول أنا أروح لأهلي، وكنت كل شوي أغير يعني مكان الحديقة أو شيء عشان ما حد يشك فيني. لحد ما جاء اليوم اللي شافتني فيه وحدة كانت بحديقة غير ذي وعرفت أني أنا أنتقل بين الحدايق. أنا خفت لما شافتني، قلت الحين بتكشفني وبتسلمني للدار أو شيء، وأنا ما بغيت أروح هناك لأن حتى الدار لا يدرون أني حامل بيسووا لي تحقيق مش كثرة. ناظرت عليها وقلت لا تكفين لا تسلميني. قالت ايش فيك؟ قلت لها سالفتي. إلا هي انصدمت، قالت خلاص شوفي في مطعم أنا أشتغل فيه وهم محتاجين وحدة تغسل الصحون، وكان الراتب كويس يعني يسترني. اشتغلت في ذا المطعم واكتشفت أن المرة ذي هي صاحبة المحل. جتني وسألتني وقالت لي وين بتنامين لخلصتي شغلك؟ قلت عادي دور لي مكان أنام فيه. قالت لا في غرفة بذا المطعم نامي فيها. أنا انبسطت بصراحة ووافقت وظليت على ذا الحال، أغسل الصحون وأنام في المطعم والموظفين عارفين إني في المطعم، لحد ما استلمت الراتب وبحثت لي عن شقة وما حصلت على إيجار الفلوس اللي معي أبد، بس حصلت غرفة وحمام الله يكرمكم استأجرتها وبطني بدأ يكبر. وفي المطعم كان في مدير مسؤول عني ويقول لي سوي كذا ولا كذا وجيبي هذا وهذاك. كنت أتعب بس أتحمل. مرت 5 شهور وأنا أشتغل في ذا المطعم، إلا يجي يوم من الأيام وشفت أيمن بالمطعم. يوم شفته أنا خفت كثير وكان معاي صحون، والله العظيم إني حسيت برعب غير طبيعي. لو يشوفني وش بيصير؟ الذي الصحون كلها تطيح من يدي وتتكسر. شافني واحد من الموظفين وجاي يتكلم علي ويقول لي كلام جارح سم البدن، يقول أنت شبيك ليه كذا؟ ويقول احمد ربك
إحنا شغلناك ونومناك بمطعمنا بعد ما تبروا منك أهلك لأنك حامل بالحرام، والحين تعمدتي توقعين الصحون. أنا انقهرت وقمت أصيح، تخيلوا السمعة اللي مطلعينها عني. إلا يجي أيمن ويعطيه ذاك البوكس اللي طيره، وبصوت عالي يصرخ ويقول اسكت انكتم. إلا ينظر علي ويقول رهف انتي حامل. أنا صديت عنه وهربت، طلعت من المطعم قمت أركض. يقول رهف رهف. إلا أنا بنص الشارع ما أشوف قدامي تجيكم ذيك السيارة ويقول لي أيمن انتبهي رهف. إلا طح وما عاد سمعت شيء. ما أصحى لنا بالمستشفى، يوجعني جسمي كله وعلي مغذي. شفته ممرضة لتنادي الدكتور، ويجي الدكتور وأنا أقول له وش صار، وناظر على جسمي وبطني تخيلوا رايح. قلت هنا الطفل وش صار له؟ إلا هو يقول قضاء الله وقدره، الطفل انتقل إلى رحمة الله واضطرينا ننزله. إلا والدكتور يتكلم شفت أيمن واقف وراه، قمت صارخ زي المهبولة وأقول كله بسببك وبسبب أزهار، حسبي الله عليكم أنتوا اللي وصلتوني لهالمرحلة. الدكتور سكت وطلع وراه الممرضة، وأيمن ظل واقف وأنا أتكلم وأقول أنا نمت بالشوارع وما حد سأل عني ومن الجوع وآكل أي شيء، ويلا أدور وأشحذ فلوس وأحصل شيء آكلها وأكل طفلي اللي في بطني. أبوي لما عرف إني حامل تبرى مني 5 شهور وأنا أتعذب، وآخرتها الطفل يروح. ولا كل ذي الأشهر نظرات الناس لي يحسبوني حامل بطريق خطأ، وكله بسبب أختك. لما شفتك خسرت طفلي. لا أسمعك يا أيمن تقول حتى أنا هذا طفلي أبدا. أنت مو أبو حسبي الله عليك، عجبتك الحالة اللي وصلت لها؟ أبدا أنا ماني مسامحتك. وش ذنبي تسوون فيني كذا؟ اللي في قلبي قلته كله. إلا أيمن يقعد قدامي ويمسك يدي ويقول أنا آسف، لحظة غضب وما أدري إنك بتوصلين ذا الحال وإن أهلك بيطردونك. قلت له وش بينفع أسفك؟ راح ترد الماضي؟ راح تمسح كل شيء صار لي؟ يلا انقلع عن وجهي وروح الأزهار. وقلت لحد ما جاء صاحب العمارة قال هم مو موجودين، راحوا قبل شهر بس ما أدري وين راحوا. حزنت لأني ما أدري وين مكانهم. طلعت إلا شوف أيمن قدامي. قال ليش أنتي مو عند أهلك؟ قلت انتقلوا لمكان ثاني ولا أدري وين المكان. قال اركبي معي. قلت أنا وشو؟ قال اركبي معي أدورهم. طبعا أنا ركبت لأن ما عندي مكان أروح له، كنت به يدور لي أهلي وألقاهم. إلا هو يوصلني القصرهم الفخم، وعقلي رجع لورا. أذكر إني شفت هذا القصر، وأذكر لحد ما تذكرت أول شيء دخلت شفت الملحق، وذكرت إن هذا اللي أنا عشت فيه طفولتي. وأذكر أيمن كيف كنت ألعب معه حنا صغار ويجيب لي سناكات، وكنت أحب كثير، طاهر وبريء. ولحد ما تذكرت إن هذا الشخص اللي قدامي هو نفس أيمن لما كنا صغار. أعوذ بالله. دخلنا القصر وشفت أزهار وأمها وبنات. إلا يتكلم أيمن ويقول من اليوم هذه زوجتي ولا حد يقرب منها، تعالي رهف. رحت معه ودخلني شقة. قال من اليوم ظلي هنا، راح أخليك ترتاحين وكل شيء يجي عندك ولا تسمعين كلام أحد أبد. وقلت أدور على هلي، دور على هلي. قال تمام راح أدور عليهم ما عليك لا تخافين. صرت بدي الشقة وما أطلع نهائي، وأقول الأيمن لا تقرب علي. طبعا هو أبدا ما جاني نهائي، تعرفون بس اللي يجي يعطيني أساسياتي، يشتري لي أشياء ويروح، وأنا كل ما شفته ودي أعطيه طراق. المهم مرت 3 شهور وأنا بذي الشقة، وكان كل جسمي يرجف وأنتظر بس متى يلاقون أهلي. وطبعا أيمن ما قصر، كان بس يدور عليهم. إلا كالعادة يدخل علي بالشقة، وكان جايب معاه كيس مقاضي لي. أنا قلت حطه هنا واطلع. لا يحط الكيس. قال اسمعي. قلت ما بي أسمع شيء منك اطلع. لا يقول يا بنت اسمعيني. قلت لا إله إلا الله ما في شيء بيننا وش بتقول؟ قال لقيت أهلك. يوم قال لقيت أهلك أنا قبس مكاني. قلت لقيتهم؟ قال هو إيه. قلت أنا وين؟ قال مشي بوديك لهم. ورحت أركض بس بعرف وينهم. وصلنا المكان، طلعت أمي وأبوي يا قلبي عليهم يوم شفتهم. رحت أركض وهم يحضنوني يبكون، وأبوي دخل ووراه أيمن ويسولف هو وأبوي لحد ما استاذن أيمن إنه بيروح
وقال لي استعدي بجيلك بكرة إلا أبوي يتكلم ويقول ما راح تاخذها. حسيت إن أيمن وجهه تغير زعل. إلا أبوي يقول شوف إذا تبي بنتي أطلبها رسمي وسوي لها زواج زي أي بنت، أهلك مو لازم يجون بس لو أهل بنتي وأنا موافق. قال أيمن أبشر يا عم وراح. وأنا قمت صارخ قلت يبا ما أبغى أتزوجها، ما تدري إيش سوى فيني، يبا تكفى يبا تكفى. إلا أبوي يقول ولا كلمة، أنا أدري بمصلحتك وحنا الحين كبار في العمر ولا ندري متى الله راح ياخذ أمانته، ما راح ندوم لك يا بنتي، لا أنا ولا أمك، أنت بنتنا الوحيدة. وأيمن رجال مناسب وكل اللي سواه بسبب أخته الشيطانية من لما هم صغار. يحبك وقال لي يا عم إذا كبرت بتزوج بنتك من لما هو صغير. والله يا بنتي إن أيمن كان يخطبك مني وأنتم صغار. وأنا ناظر على أبويا ترى هو الشاب المناسب لك. أنا ما تكلمت سكتت. يا الله إيش أسوي؟ وفكر بيني وبين نفسي وأقول له الحياة غير. أنا ما أنكر لما كنت صغيرة كنت أحب أيمن، بس لما كبرت صرت أكرهه. وأيمن كان على وعده. من بكرة جاء وتقدم لي رسمي من أبوي وسوينا زواج بسيط وأم أيمن حضرت وخواته إلا أزهار. رحنا للقصر ودخلنا الشقة. طبعا أنا كنت مرة خايفة إلا أنا بسرعة أدخل غرفة وأقفلها على نفسي وأيمن يدق علي وأنا عييت أفتح له لحد ما طفش وراح. ضلينا أسبوع على ذا الحال. كل ما حاول يكلمني أو يقرب مني كنت أهرب منه وأركض. سكت وخلاني على راحتي لين دخل علي مرة وأنا قاعدة في الغرفة. على طول قمست إني نسيت أسكرها. ألا يقول يا بنت استهدي بالله. قلت اطلع بسكر الغرفة. قال اسمعي بقول لك شيء. قلت أنا وشو؟ قال أول شيء استهدي بالله. وكان وجهه متغير. قلت وش فيك؟ قال كل نفس ذائقة الموت. قلت أعوذ بالله وش فيك؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استهدي يا رهف استهدي. قلت وش فيك؟ قال عظم الله أجرك بأمك وأبوك، انقلبت عليهم السيارة وانتقلوا لرحمة الله. قلت كذاب مستحيل أنت تكذب، أبوي وأمي مستحيل يتركوني. إلا يمسكني أيمن ويضمني قوة ويقول رهف استهدي بالله قضاء الله وقدره اللهم لا اعتراض لا تبكين. إلا أنا دفة جاني الخبر زي السكينة في قلبي. قمت أصيح وأبكي وما أطلع من غرفتي. انجنيت. مرت أيام العزاء علي زي النار. إلا شوف أزهار دخلت علي وهي تبكي وتقول أنا آسفة سامحيني أنا نلعب علي وحطيت اللوم كله على أبوك، أنا آسفة ترى أنا كنت على علاقة بشخص وقلت أبوك هو اللي سوى فيني، آسفة. أنا نظرت عليها قلت وشو؟ قالت تكفين سامحيني ترى والله تكلمت مع أبوك وسامحني، والله قال إنه سامحني وما قال لأحد لأنه يدري إني غلطت وما بغى يفشلني. أنت الحين رهف سامحيني. قلت أنا وش تقولين؟ اطلعي أنا مني مسامحتك اطلعي. وأبدأ أصارخ عليها اطلعي. إلا يدخل علي أيمن ويهديني وأنا أبكي. قلت طلعها ما بيشوف وجهها. إلا تطلع أزهار وكل ما شافتني تقول لي سامحيني. إلا هي مرة تمسكني وتقول تكفين اسمعي السالفة مني. قلت أنت إيش تبين فيني فكيني منك. إلا تقول لي أزهار أنا قلت لأخوي الكبير هو اللي يسوي معك كذا، بس إن أيمن تدخل وقال لا خلوني أنا مع رهف ما بغى أحد يقرب عليك غيره. يا رهف أبوك بريء، هو أخذني للشقة وحذرني إني ما أروح مع إني حبيت واحد وخذلني. يا ليتني سمعت كلام أبوك. رغم كل اللي صار أبوك سامحني، قلبه كبير، أتمنى إنك تسامحيني. طبعا أنا ناظرت عليها وقلت خلاص روحي دام أبوي سامحك أنا ماني مسامحتك. احمدي ربك إن قلبه كبير وعطاك طيبته، روحي عن وجهي. إلا هي حرفيا صارت بس تجين وبس تشتري لي وبس تحاول تسعدني. رجعت لدراستي وظلت معايا ودايما تعرفني على بنات جديدات. دخلت مدرسة خاصة ودفعوا تكاليفها لي. وزهار كانت طيبة معاي مرة ما ترضى أي شيء علي. طبعا بذاك الوقت أنا كنت ساكنة بالشقة لحالي وأيمن ساكنة عند أهله، بس كان يقضي لي لأني أنا قلت له ما أبيك تسكن عندي. المهم صرت أداوم للمدرسة. طبعا أزهار وقتها كانت في الجامعة. لما جاء وقت تقديم الجامعة أنا كنت مرة متحمسة. طبعا هي راحت تدور لي عن التخصص اللي أنا به وساعدتني إني أدخله. فعلا صارت أزهار زي أختي بس واقفت معايا. بديت بصراحة أعزها وأحسها زي صديقتي.
وصارت عزيزة علي بشكل مو طبيعي. أدري إنه شيء غريب بس والله هذا اللي صار. بعد تخيلوا 3 سنوات من القعدة عندهم ناظرت على أزهار وقلت لها أنا سامحتك. هي قامت تبكي وتضمني وتقول يا قلبي أنت زي أختي، والله العظيم إني ما أصدق إنك راح تسامحيني وقلبك راح يكون زي كذا كبير. أول ما رجعنا للبيت شفنا أيمن قاعد، راحت له تركض وقالت تخيل إن رهف سامحتني. أيمن قام من مكانه وقال صدق سامحتيها؟ قلت أنا إيه. إلا تناظر عليها زهر وقالت أبشرك تراها دخلت الجامعة والتخصص اللي هي تبي. هو استانس والله العظيم إنه كان وده يضمني، بس تعرفون اللي خايف يقرب مني لأني أنا كنت محذرته. مر سنة وأنا بالجامعة وكنت مرة مبسوطة وحياتي كلها تعدلت، إلا يدخل علي أيمن فجأة ووجهه تعبان كثير. أنا خفت عليه وجيت وقلت إيش فيك؟ تخيلوا إلا هو يقعد قدامي ويبدأ يبكي. أول مرة أشوف أيمن يبكي ويقول رهف تكفين لا تتركيني، تكفين، ترى أنا أحبك من لما كنت صغير، أتمنى إنك تبادليني نفس المشاعر، أخاف إنك من تخلصين الجامعة تتركيني. طبعا أنا كنت أفكر بكذا، بس والله إني لقيت بأيمن حنان الأم، خوف الأبو، حنية الخوات وسند الأخوان والزوج، كل شيء فيه موجود. سكتت وما رديت عليه إلا ويحاول يتقرب مني، وذيك أول مرة سمحت له وصار اللي صار وصرنا زوج وزوجة صدق. بعدها بكم أسبوع قلت له يا أيمن أنا بقول لك شيء. قال هو وشو؟ قلت ترى حتى أنا أحبك، ويوم إني كنت صغيرة كنت أحبك مرة، بس تصرفاتك معي كرهتني فيك، ولما تغيرت وتصرفت زين معاي وشفت إنك صدق تحاول تكسبني رجع حب الطفولة كله. هو قال لي وعد مني إني أصير كل شيء لك وإني ما أخليك حتى تحسين بالفقدان. صار أيمن يعاملني زين ويهتم فيني وما في أطيب منه. بعد السالفة دي بشهرين إلا أنا أتوحم، تخيلوا، على أي شيء، أبي أكل كبسة، أبي ليمون، طبعا كان كل شيء أبيه يجيبه لي. إلا هو يقول تكفين خلينا نروح نكشف يمكنك حامل. أنا خفت صراحة من الحمل، ما أدري هل أنا كنت متعقدة أو وشو. هو خذاني وطلعت حامل فعلا، فرح لي وهلا بعد فرحه. وأزهار كانت أكثر وحدة فرحت لي، تغيرت كثير، صار الكل يهتم فيني وقت حملي، ممنوع أسوي أي شيء، حتى أكل يجي عندي، الموية يجي عندي، لدرجة إني حسسوني إن فيها مرض مو حمل. 9 شهور وأنا ما أتحرك لين ولدت وجبت ولد وسميته على أبوي رحمة الله عليه. بعدها كم سنة جبت بنت وسميتها على أمي رحمة الله عليها. والحين حياتي زينة، نعم الزوج أيمن. تذكرت أبوي ليش زوجني إياه، وأهل أيمن يعاملوني أحسن معاملة، عوضوني عن أهلي. قبل كم يوم أبو أيمن سوى حادث وصار بغيبوبة الآن وما صحى. ادعوا له إنه يصحى وإنه يصير تمام، لأن كلنا تعبانين عشانه. وبكذا تكون انتهت قصتنا. أتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون على زر الإعجاب وتكتبوا لي كومنتاتكم الجميلة. مع السلامة، بحفظ ربي، أشوفكم قصة جاية إن شاء الله. باي، أحبكم كثير بحفظ الرحمن.